بدأنا البطولة بشكل متوسط في الذهاب ومستنيين رجالة الأهلي في ماتش الإياب. البدري بيبدأ اللقاء بطريقة 4-2-3-1. شريف إكرامي في حراسة المرمى، قدامه 2 سردباكين سعد سمير وأحمد حجازي، على يمينهم محمد هاني وعلى شمالهم علي معلول. 2 في نص الملعب حسام غالي وأحمد فتحي، قدامهم عبد الله السعيد كبلاي ميكر، على يمينه مؤمن زكريا وعلى شماله جونيور أجاي، تحت مهاجم وحيد عمرو بدأ جمال. الأهلي الماتش كالعادة باستحواذ وضغط على المنافس، وكنا موجودين في نص ملعبه معظم وقت المباراة، ووصلنا للتلت الأخير للملعب، بس كان في رعونة شديدة في إنهاء الهجمة وبطء أحيانا، وده أثر علينا في إننا نطلع بنتيجة أكبر من كده تريحنا في ماتش العودة في جنوب أفريقيا، واللي هيبقى أصعب من ماتش الذهاب بكتير. استمر الأهلي في الشوط الأول بنفس الأسلوب، وحاول إن هو يخترق من الأجناب، وكنا بنشوف فريق بيدفيتس بيهاجم بشكل متحفظ جدا، وده مش لأنه فريق ضعيف، بالعكس هو فريق منظم جدا وجماعي بشكل كبير، وده بان في لعبه للكرة على الأرض وقلة الكور الطويلة اللي بيلعبها. بس هو كان جاي عنده هدف إنه يطلع متعادل أو بأقل هزيمة ممكنة، وهنشوف الجزء الهجومي له على أرضه إن شاء الله في جنوب أفريقيا. مؤمن زكريا كان سيء جدا وضيع أكتر من كرة بعصبية وقلة تركيز، برغم إن هو كان مريح في الماتش الأخير مع الداخلية، وده كان سبب أدعى إنه يخرج بين الشوطين وينزل حمود. نص ملعب الأهلي كان جيد، وأحمد فتحي كان وحش في نص الملعب، وبعتبره نجم المباراة من وجهة نظري، لأنه أدى واجبه في الملعب بغض النظر عن باقي مستوى الفرقة، ويا رب يستمر على نفس المستوى ده لباقي الموسم. كان مهم جدا نطلع من الماتش بالكلين شيت ونحافظ على فرص أكبر للصعود لدور ال16، برغم إن النتيجة مش كبيرة، بس إن المنافس ما يعرفش يجيب جون هنا هيحطه تحت ضغط في ماتش العودة، وهيضطر يفتح خطوط ويهاجم بعكس ماتش الذهاب، ودي نقطة ممكن نستغلها ونحاول نجيب جون يسهل علينا الماتش هناك بالرغم من قوة الفريق. بين الشوطين طلع مؤمن زكريا ونزل حمودي، اللي كان إيجابي أكتر من مؤمن بكتير، بس مستواه ما كانش عالي قوي لأننا مستنيين منه أكتر من كده، خصوصا بعد رجوع مستوى وليد سليمان. وكمل الأهلي الشوط التاني على نفس شكل الشوط الأول، بس ابتدينا نستغل قلة خبرة الباك ليفت والباك رايت للمنافس، واللي ظهر ان من السهل جدا اختراق الاطراف، بس للأسف ما استغلناش الموضوع ده في اننا نجيب اجوان اكتر ونعلي النتيجة. وبعد ما ضيعنا اكتر من فرصة، اخيرا استغلينا كرة ثابتة اللي بينفذها حمودي، وشوفنا فيها غالي بيقطع على القريبة وحجازي على البعيدة اللي بيسجل الجون الاول ويريحنا شوية، وكان ممكن نكمل ضغط ونجيب التاني ونسهل ماتش العودة، بس للأسف البدري رجع الفريق كله يدافع من نص ملعبنا، وكان متحفظ جدا بشكل غريب، رغم اننا ما شفناش خطورة كبيرة من فريق بيدفست على مرمى اكرام. طلع حسام غالي واجاي ونزل عاشور ووليد سليمان اللي ما قدمش كتير في الماتش، وكمل الاهلي في الرجوع ومحاولة انه يحافظ على الجون، وبدأنا نشوف هجمات بسيطة وما استغليناش عامل الأرض والجمهور في إننا نطلع بأكبر نتيجة ممكنة. في النهاية المكسب كان مهم في الماتش ده، وأتمنى نحقق نتيجة إيجابية في ماتش العودة ونصعد لدور ال16 بإذن الله، وتكون البطولة في النهاية من نصيب الأهلي.